السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل الأرنب الكروشيه ده. هو ده شكل الأرنب، وان شاء الله طريقته تكون سهلة علينا وما تاخدش مننا وقت طويل. ويلا بينا نشوف الأدوات. هي دي الأدوات اللي احنا هنستخدمها. اول حاجة عندي هي الخيط. انا في الفيديو ده مستخدمة خيط قطيفة، لكن انتوا براحتكم خالص، ممكن تستخدموا اي خيط تاني انتوا حابينه. برضو هحتاج ابرة كروشيه، واهم حاجة ان الابرة تكون نفس مقاس الخيط، والابرة اللي انا مستخدماها مقاسها 5 ملم. وهحتاج مقص علشان اقص بيه الخيط، وهحتاج حاجة اعلم بيها بداية او نهاية الدور، وبرضو هحتاج ابرة علشان اخيط بيها الارنب، وهحتاج عيون، وبرضو هحتاج حشو. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجة هبدأ بيها هي الراس، اللي هو الجزء ده. علشان ابدأ الراس اول حاجة هعملها هي اني هعمل 4 غرز حشو جوه دايرة سحرية. انا هنا مستخدمة خيط قطيفة، وانا بالخيط القطيفة بحب اعمل دايرة سحرية بطريقة السلسلتين، وهي اني اعمل عقدة منزلقة، وبعد كده اعمل غرزتين من غرزة السلسلة، وبعد كده في تاني غرزة من الإبرة هتعمل معاها على أساس إنها الدايرة السحرية، وهعمل جواها 4 غرز حشو. واحد، ولو انتوا حابين ممكن تعلموا أول غرزة. 2 3 4. كده انا خلصت الدور الاول، والمفروض في اخر الدور الاول يبقى عندي 4 غرز حشو جوه دايرة سحرية. دلوقتي هبدأ الدور التاني، والدور التاني عبارة عن زيادات الدور كله، ولكن الزيادات اللي هعملها في جسم الارنب هتبقى عبارة عن 3 غرز حشو في مكان غرزة واحدة. في اول غرزة عندي من بداية الدور هعمل زيادة، والزيادة اللي هعملها في جسم الأرنب هتبقى عبارة عن 3 غرز حشو جوه غرزة واحدة. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور. كده انا عملت غرزة حشو في اول غرزة موجودة عندي، هعمل كمان غرزتين حشو في نفس الغرزة. كده 2 وكده 3. هفضل اعمل زيادة في كل غرزة موجودة عندي، وهرجع اقول ان الزيادة في جسم الارنب هتبقى عبارة عن 3 غرز حشو في مكان غرزة واحدة. المفروض في اخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور التاني، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة. هعد الغرز معاكم دلوقتي علشان نتأكد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ويلا بينا دلوقتي نبدأ الدور التالت. الدور التالت عبارة عن غرزتين حشو وبعد كده زيادة، والزيادة في جسم الأرنب عبارة عن 3 غرز حشو في مكان غرزة واحدة. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هحط 3 غرز حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور اني اعمل غرزتين حشو وبعد كده اعمل زيادة. المفروض في آخر الدور التالت يبقى عندي 20 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور الثالث، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور الثالث يبقى عندي 20 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا.
دلوقتي هبدأ الدور الرابع، والدور الرابع عبارة عن 4 غرز حشو وبعد كده زيادة، وأرجع أقول الزيادة في جسم الأرنب عبارة عن 3 غرز حشو في مكان غرزة واحدة. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، في رابع غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي إني هحط 3 غرز حشو في مكان غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني أعمل 4 غرز حشو وبعد كده أعمل زيادة. المفروض في آخر الدور الرابع يبقى عندي 28 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور الرابع، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور الرابع يبقى عندي 28 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور الخامس، والدور الخامس عبارة عن 6 غرز حشو وبعد كده زيادة، والزيادة في جسم الأرنب هي إني هعمل 3 غرز حشو في مكان غرزة واحدة. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، في رابع غرزة هعمل غرزة حشو، في خامس غرزة هعمل غرزة حشو، وفي سادس غرزة برضو هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي إني هحط 3 غرز حشو في مكان غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني أعمل 6 غرز حشو وبعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور الخامس يبقى عندي 36 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور الخامس، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور الخامس يبقى عندي 36 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور السادس، والدور السادس عبارة عن 8 غرز حشو وبعد كده زيادة، والزيادة هي إني هعمل 3 غرز حشو في مكان غرزة واحدة. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، في رابع غرزة هعمل غرزة حشو، في خامس غرزة هعمل غرزة حشو، في سادس غرزة هعمل غرزة حشو، في سابع غرزة هعمل غرزة حشو، وبرضو في تامن غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي إني هحط 3 غرز حشو في مكان غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني أعمل 8 غرز حشو وبعد كده أعمل زيادة. المفروض في آخر الدور السادس يبقى عندي 44 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور السادس، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور السادس يبقى عندي 44 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور السابع، والدور السابع عبارة عن 9 غرز حشو وبعد كده تناقص، ولكن التناقص اللي هعمله في الدور ده هيبقى عبارة عن غرزتين حشو هخليهم غرزة واحدة، وهوريكم مع بعض. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، في رابع غرزة هعمل غرزة حشو، في خامس غرزة هعمل غرزة حشو، في سادس غرزة هعمل غرزة حشو، في سابع غرزة هعمل غرزة حشو،
في تامن غرزة هعمل غرزة حشو، وفي تاسع غرزة برضو هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص. والتناقص في الدور ده هيبقى عبارة عن اني هخلي غرزتين حشو وغرزة واحدة. بالشكل ده، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني اعمل 9 غرز حشو وبعد كده هعمل تناقص. والتناقص في الدور ده هيبقى عبارة عن اني هخلي غرزتين حشو وغرزة واحدة. المفروض في آخر الدور السابع يبقى عندي 40 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور السابع، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور السابع يبقى عندي 40 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي من الدور الثامن للدور ال13 يعني 6 ادوار، هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي، يعني مش هعمل اي زيادات او اي تناقصات. في اول غرزة موجودة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وهفضل اعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. يبقى في ال6 ادوار الجايين من الدور الثامن للدور ال13 هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. المفروض في اخر كل دور يبقى عندي 40 غرزة. هخلص ال6 ادوار دول وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور ال13، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور ال13 يبقى عندي 40 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور ال14، والدور ال14 عبارة عن 7 غرز حشو وبعد كده تناقص. والتناقص اللي هعمله في الدور ده هيبقى عبارة عن 3 غرز حشو هخليهم غرزة واحدة، وهوريكم مع بعض. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، في رابع غرزة هعمل غرزة حشو، في خامس غرزة هعمل غرزة حشو، في سادس غرزة هعمل غرزة حشو، في سابع غرزة هعمل غرزة حشو وبعد كده هعمل تناقص. وفي الدور ده التناقص هيبقى عبارة عن اني هخلي 3 غرز حشو وغرزة واحدة. بالشكل ده، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني اعمل 7 غرز حشو وبعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور ال14 يبقى عندي 32 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور ال14، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور ال14 يبقى عندي 32 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور ال15، والدور ال15 عبارة عن 5 غرز حشو وبعد كده تناقص. والتناقص اللي هعمله في الدور ده هيبقى عبارة عن 3 غرز حشو هخليهم غرزة واحدة. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، في رابع غرزة هعمل غرزة حشو، في خامس غرزة برضو هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص. والتناقص هو اني هخلي 3 غرز حشو وغرزة واحدة. بالشكل ده، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني اعمل 5 غرز حشو وبعد كده هعمل تناقص.
المفروض في آخر الدور 15 يبقى عندي 24 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور 15، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور 15 يبقى عندي 24 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي قبل ما أكمل هركب العيون. أنا دايما وأنا بعمل عرايس أميجرومي بحب أركب العيون اللي بيكون ليها ظهر بالشكل ده، ولكن الحجم ده من العيون دي خلص من عندي، علشان كده هستخدم العيون دي. العيون دي ملهاش ظهر، علشان كده بلزقها بعد ما اخلص العروسة كلها، وبلزقها بلزق ما يكونش بيسيح الخيط. علشان اعرف اللزق بيسيح الخيط ولا لأ، هجيب حبة خيط وهحط عليهم اللزق ده، وهستنى لغاية ما اللزق ينشف، وبعد كده هشوف لو كان سيح الخيط. لو سيح الخيط هستخدم لزق تاني، لو ما سيحوش هستخدم اللزق اللي انا اخترته. انا وانا بلزق العيون دي بحب استخدم مسدس الشمع وانا بلزقها، وان شاء الله هوريكم ازاي بلزقها في اخر الفيديو. اول حاجة هركبها هي المراخير. انا عندي المراخير اللي بيكون ليها ظهر بالشكل ده، لكن لو انتوا ما عندكوش المراخير دي وعندكوا اللي هي ملهاش ظهر، المراخير دي هتلزقوها مع العيون بعد ما تخلصوا الارنب. هحط المراخير ما بين الدور ال11 وال12 تقريبا في نص الوش، وبعد كده لو انتوا عندكوا عيون اللي ليها ظهر ممكن تحطوا العيون في نفس الدور اللي فيه المراخير، غرزتين او 3 غرز بعاد عن المراخير، وممكن برضو تحطوها في الدور اللي فوق الدور اللي فيه المراخير بالشكل ده، غرزتين برضو او 3 غرز ما بين بعض. انا هنا حطيت العيون في الدور اللي فوق الدور اللي فيه المراخير 3 غرز بعاد عن المراخير، وهنا حطيت العيون في نفس الدور اللي فيه المراخير غرزتين بعاد عن المراخير. ممكن تحطوا العيون بالطريقة اللي انتوا حابينها. بعد ما اتأكد من مكان المراخير والعيون هركب الظهر بتاعهم، لكن انا زي ما قلت هلزق العيون في اخر الفيديو. ويلا بينا نكمل جسم الارنب، ونبدأ دلوقتي الدور ال16. الدور ال16 عبارة عن 3 غرز حشو وبعد كده تناقص، والتناقص اللي هعمله في الدور ده هيبقى عبارة عن 3 غرز حشو هخليهم غرزة واحدة. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص. والتناقص اللي هعمله في الدور ده هو اني هخلي 3 غرز حشو يبقوا غرزة واحدة. بالشكل ده، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل 3 غرز حشو وبعد كده هعمل تناقص. وهوقف دلوقتي سنة علشان احشي جسم الارنب. المفروض في آخر الدور ال16 يبقى عندي 16 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال16، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور ال16 يبقى عندي 16 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي ممكن قبل ما أكمل بقية جسم الأرنب أحشي الأرنب بتاعي كمان شوية. ودلوقتي هبدأ الدور ال17، والدور ال17 عبارة عن غرزة حشو وبعد كده تناقص، والتناقص اللي في الدور ده برضو هيبقى عبارة عن 3 غرز حشو هخليهم غرزة واحدة. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور.
وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو اني هخلي 3 غرز حشو وغرزة واحدة بالشكل ده، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل غرزة حشو وبعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور ال17 يبقى عندي 8 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال17، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور ال17 يبقى عندي 8 غرز، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. برضو لو انتوا عايزين ممكن تحشوا الأرنب بتاعكم كمان شوية. وبعد كده هنقفل جسم الأرنب. هقفله بإني أول حاجة هشيل العلامة، وبعد كده هعمل غرزة منزلقة بالشكل ده، وبعدين هقص الخيط وهسيب كمية من الخيط كفاية بس إني أقفل الخرم ده من جسم الأرنب. وبعد كده هشد الخيط بالشكل ده، ويلا بينا دلوقتي نقفل الخرم ده. هدخل الخيط بتاعي جوه الإبرة، وبعد كده هعدي الإبرة على ال8 غرز دول. وبعد كده هشد الخيط علشان الخرم ده يقفل بالشكل ده. وبعد كده هدخل الإبرة جوه الأرنب وهطلعها من أي حتة بالشكل ده، وبعد كده هقص الخيط. وبكده أنا خلصت جسم الأرنب، ويلا بينا دلوقتي نلزق العيون. ودلوقتي هعمل الودان. علشان اعمل الودان اول حاجة هعملها هي اني هعمل 6 غرز حشو جوه دايرة سحرية، وكده انا خلصت الدور الاول، والمفروض في اخر الدور الاول يبقى عندي 6 غرز حشو جوه دايره سحريه. دلوقتي هبدا الدور التاني، والدور التاني عباره عن زيادات الدور كله. في كل غرزه موجوده عندي هعمل غرزتين حشو. منساش طبعا اني اعلم بدايه الدور. كده انا عملت غرزه في اول غرزه موجوده عندي، هعمل كمان غرزه في نفس الغرزه، وبكده ابقى عملت زياده. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني أعمل غرزتين حشو في كل غرزة موجودة عندي. المفروض في آخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم.
كده انا خلصت الدور التاني، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. ودلوقتي هبدأ الدور التالت، والدور التالت عبارة عن زيادة وبعد كده غرزة حشو. فأول غرزة موجودة عندي هعمل زيادة، والزيادة هي إني أحط غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. وبعد كده هعمل غرزة حشو، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني أعمل زيادة وبعد كده أعمل غرزة حشو. المفروض في آخر الدور التالت يبقى عندي 18 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التالت، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور التالت يبقى عندي 18 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي من الدور الرابع للدور التاسع يعني 6 أدوار، هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي، يعني مش هعمل أي زيادات. ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. يبقى من الدور الرابع للدور التاسع يعني 6 أدوار، هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. والمفروض في آخر كل دور يبقى عندي 18 غرزة. هخلص ال6 أدوار دول وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التاسع، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور التاسع يبقى عندي 18 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور العاشر، والدور العاشر عبارة عن تناقص وبعد كده 4 غرز حشو. أول حاجة هعملها هي إني هعمل تناقص، وطبعا منساش إني أعلم بداية الدور. وبعد كده هعمل 4 غرز حشو. 1 2 3 4. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني أعمل تناقص وبعد كده أعمل 4 غرز حشو. المفروض في آخر الدور العاشر يبقى عندي 15 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور العاشر، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور العاشر يبقى عندي 15 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور ال11، والدور ال11 عبارة عن تناقص وبعد كده 3 غرز حشو. أول حاجة هعملها هي إني هعمل تناقص، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. وبعد كده هعمل 3 غرز حشو. 1 2 3. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني أعمل تناقص وبعد كده أعمل 3 غرز حشو. المفروض في آخر الدور ال11 يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال11، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور ال11 يبقى عندي 12 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي هقفل ودن الأرنب، وهقفلها بإني هعمل غرزة منزلقة بالشكل ده، وهقص الخيط وهسيب كمية من الخيط أقدر بيها إني أخيط الودن على جسم الأرنب. وهقص الخيط وهشد الخيط بالشكل ده، وبعد كده هخيط الفتحة دي.
كده انا خلصت اول ودن، هعمل كمان ودن بنفس الطريقة وبعد كده هرجع اقابلكم. انا كده خلصت الودنين ويلا بينا دلوقتي نعمل الرجول. عشان ابدأ الرجل اول حاجة هعملها هي اني هعمل 5 غرز حشو جوه دايرة سحرية. كده انا خلصت الدور الاول، والمفروض في اخر الدور الاول يبقى عندي 5 غرز حشو جوه دايره سحريه. دلوقتي هبدا الدور التاني، والدور التاني عباره عن زيادات الدور كله. في كل غرزه موجوده عندي هعمل غرزتين حشو. منساش طبعا اني اعلم بدايه الدور، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني أعمل زيادة في كل غرزة موجودة عندي، والزيادة هي إني أحط غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. المفروض في آخر الدور التاني يبقى عندي 10 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. أنا كده خلصت الدور التاني، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور التاني المفروض يبقى عندنا 10 غرز، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي من الدور الثالث للدور السابع يعني 5 أدوار، هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور، يبقى من الدور الثالث للدور السابع يعني 5 أدوار، هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. المفروض في آخر كل دور يبقى عندي 10 غرز. هخلص ال5 أدوار دول وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور السابع، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور السابع يبقى عندي 10 غرز، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي هقفل الرجل، وهقفلها بإني هعمل غرزة منزلقة بالشكل ده، وبعد كده هقص الخيط وهسيب كمية من الخيط اقدر بيها اني اخيط الرجل على جسم الارنب. وهشد الخيط بالشكل ده، وبكده انا عملت اول رجل. هعمل كمان 3 رجول وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت ال4 رجول، ويلا بينا دلوقتي نعمل الديل. علشان اعمل الديل اول حاجة هبدأ بيها هي اني هعمل 6 غرز حشو جوه دايرة سحرية. كده انا خلصت الدور الاول، والمفروض في اخر الدور الاول يبقى عندي 6 غرز حشو جوه دايره سحريه. دلوقتي هبدا الدور التاني، والدور التاني عباره عن زيادات الدور كله. في كل غرزه موجوده عندي هعمل زياده، والزياده هي اني احط غرزتين حشو في مكان غرزه واحده. ومنساش طبعا اني اعلم بدايه الدور، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني أعمل زيادة في كل غرزة موجودة عندي. المفروض في آخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التاني، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور الثالث، والدور الثالث عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وهفضل أعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي لغاية ما أوصل لنهاية الدور.
المفروض في اخر الدور الثالث يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور الثالث، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور الثالث يبقى عندي 12 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور الرابع، والدور الرابع عبارة عن تناقصات الدور كله. هفضل اعمل تناقصات لغاية اخر الدور. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور. المفروض في اخر الدور الرابع يبقى عندي 6 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور الرابع، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور الرابع يبقى عندي 6 غرز، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا عشان تتأكدوا. انا كده خلصت الديل، ودلوقتي هقفله باني اعمل غرزة منزلقة بالشكل ده، وهقص الخيط وهسيب كمية من الخيط اقدر بيها اني اخيط الديل على جسم الارنب، وهشد الخيط. وكده انا خلصت الديل، ويلا بينا دلوقتي نخيط الارنب. اول حاجة هخيطها هي الرجول، والرجول المفروض تتخيط بالشكل ده. الرجلين اللي ورا هيبقوا زي طالعين برا شوية، وده هيبقى شكل الرجول. كده انا خيطت اول رجل، هخيط بقية الرجول بنفس الطريقة وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خيطت الرجول، ويلا بينا دلوقتي نخيط الودان. ممكن تخيطوا الودان بالطريقة اللي انتوا حابينها. انا هنا مخليها المسافة ما بين الودنين صغيرة، وهنا المسافة اكبر شوية. ممكن تخيطوا الودان بالطريقة اللي انتوا هتفضلوها.
كده انا خيطت اول ودن، هخيط تاني ودن بنفس الطريقة وبعد كده هرجع اقابلكم. انا كده خيطت الودنين ويلا بينا دلوقتي نخيط الديل. هو ده شكل الديل من ورا، انا بحب اخيطه تقريبا على الدور ال15. دلوقتي انا خيطت ديل الارنب وبكده ابقى خلصت الارنوب بتاعي. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، ولو في اي اسئله عندكم ممكن تكتبوها في التعليقات وانا هحاول بقدر الامكان اني ارد عليها. لو في اي حاجه تانية انتوا حابين تعملوها ممكن برضو تكتبوها في التعليقات وان شاء الله اعمل لكم فيديو عنها. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وهشوفكم المره الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.